All the choices you made, did you make them again? All the lies that you told, did you believe in them? في البداية ديال الحلقة كيبان لينا ريحان وأمير عايشين واحد الحياة مزيانة ومرتاحين فيها. ريحان وأمير كيلعبوا واحد اللعبة، هذيك اللعبة على شكل تصميم مصغر ديال شي حي. أمير كيخلي الريحان اللعبة وكيعطيها شي لوص وكينوض من بلاصتو. من بعد كيجي كمال عند نسرين ولات دكتورة في واحد المستشفى، حيت مع هذه هي المهنة ديالها الحقيقية وكاع ما كانت كتقدر تزاولها حيت عندها واحد المشكل اللي غنكتشفوه من بعد. كيجي كمال عند نسرين باش يدير الفحص. من بعد كيبينوا لنا كلثوم اخت ريحان اللي غادي تبان من بعد على اساس انها اخت ريحان اللي كانوا فقدوها مني كانت صغيره. رباتها شي عائله واحده اخرى وتشردت ولا عندها اسم جديد وحياه جديده. من بعد كتجي عند ريحان من بعد ما كتكتشف بلا راه ولات عايشه مع عائله ترهون. جيدان كتستغل الاخت ريحان كلثوم باش تامر معها ضد ريحان. هنا كيبينوا لنا كلثوم بانها كانت مريضه واحد الفتره وكتجي عندها جيدان كتقول لها بما انك تعافيتي غادي نكملوا منين بدينا. وهنا كيبان لينا بلا باغيين يديروا شي مؤامره جديده لريحان. كيبينوا لنا امير جالس في الفوتاي وكيتسنى في ريحان تحل هذاك اللغز اللي عطاها وكتقول ليه اللون ديال هذا المنزل الصفر هو اللي كاع ما اصورتي مع التصميم. من بعد كيبينوا لنا نسرين وكمال جالسه كدير ليه في الفحص. امير دير شي مجسمات صغار وكيمثلوا العائله الصغيره اللي غتكون عنده من هنا لقدام مع ريحان وكيتخيلوا كيفاش غيكونوا ولادهم كيلعبوا في المنزل. من بعد كتجي عندها اختها كلثوم كتقول لريحان سمح لي على الازعاج اللي درت لك، بغيتك تخرجي معايا نتنفس شويه ديال الهواء. طلبت الاذن من امير، لبست المونطو ديالها وخرجت. كيقول لها امير رجعي بالزربه راني كنتسناك على احر من جمر. كانوا واقفين قدام الباب. قالت لها كلثوم بالمناسبه مزيان ملي خرجنا باش نمشي نشوف شي قلاده باغا نشريها. جيدان ديجا داير الخطه مع كلثوم كطل من الباب وكتضحك حيت مع ريحان غاديه الهاويه برجليها. من بعد كيبينوا لنا نسرين وكمال في واحد الوضع اللي قراب من بعضياتهم بزاف وهي كدير ليه في الفحص. كيدخل واحد السيد اللي تابع نسرين من مده وعنده معاه شي حساب كيشوف هذيك اللقطه وكيرجع. من بعد كيبينوا لنا ريحان واختها كلثوم عند مول المجوهرات. كطلب كلثوم من البائع يوريها شي خاتم مزيان، كيعطيها واحد الخاتم اللي فيه 2 الماسات والثمن ديالو غالي بزاف. كتقول كلثوم لريحان هذا مبالغ فيه بزاف كاع ما بغيتو، انا غناخذ غير شي قلاده. كترجع ريحان الخاتم للبائع. كيقول لها البائع بالله راه عندنا واحد القلاده مزينه بقلب وزوينه بزاف. شافتها ريحان وقالت لها راه عجبتني بزاف ولكن انا متردد بزاف في القرار ديالي، ما عرفتش واش ناخذها ولا لا. كيقول لهم السيد مول المحل قلبوا على خاطركم حتى تعجبكم شي حاجه وتقدروا تاخذوها. السيد اللي كان هاضر معاهم في الاول حتى هو متفق مع كلثوم، مشى هز الخاتم وحطه في الصاك ديال كلثوم وهو كان ناوي في الاول يحطه في الصاك ديال ريحان. كيرجع السيد وكيكمل معاهم الهضره. كيقول لهم خذوا هذا الخاتم راه من اخر الطراز والشباب كيديوه بزاف. كتقول لي ريحان صافي غادي نديوه. من بعد كيمشي السيد كيجري كيسد الباب ديال المحل. ريحان وكلثوم كيسولوه اشنو واقع علاش سديتي الباب. كيقول لهم بلا الخاتم ديال الالماس اللي حطينا من دابا شويه وريناه لكم كاع ما كاين. من بعد كيبينوا لنا كمال هو والزوجه ديالو طالعين في الطوموبيل باش يمشيو للدار. من بعد كيجبد عليهم شي واحد شي فردي وكيحطوا على الراس ديال نسرين، كيكون هو مخبي في اللور ديال الطوموبيل. كمال كيدور ما كيفهم والو وكيهدو السيد كيقول ليه الا تحركتي غادي نتيري بالفردي. من بعد كيبينوا لنا ريحان داوي مع السيد وكتقول لي حنا كاع ما سارقات، هادشي اللي كتقولوا لينا راه ما كيدخلش العقل. كيجاوبها السيد كيقول لها حتى تجي الشرطه وشرحي لها هادشي. فين غيكون هاد الخاتم مشى؟ غادي يكون طار مثلا. كتدخل الشرطه وكيعاود لهم السيد اشنو وقع. كتبدا الشرطه تقلب في ريحان وكلثوم في حوايجهم. كيمشيو يقلبوا الصاك ديال ريحان ما كيلقاو والو، وملي كيقلبوا الصاك ديال كلثوم كيلقاو فيه الخاتم. كتشوف ريحان في كلثوم وكتقول لها كلثوم اختي انا ما درت حتى حاجه، وكتقسم لها وكتقول لها واش تيقتيني. كتقول لها انا كاع ما سارقه كاع ما خديت الخاتم. كطلب منها ريحان باش تهدن وكيتهموا السيد بالله راهما عصابه. كينقلوهم في السياره ديال الشرطه وكتطلب ريحان من الشرطيه انها تعطيها واحد المكالمه باش تتصل براجلها امير. ما كتبغيش في الاول ولكن كتقنعها ريحان. كتصل ريحان بامير وهو كان جالس في الفيلا وكيقرا في واحد الجريده. قالت لي ريحان غادي نقول لك شي حاجه ولكن كاع ما تخلع. قالت لي اشنو وقع اليوم وبالله راه غياخذوها المركز ديال الشرطه دابا. من بعد كيبينوا لنا السيد اللي اختطف كمال ومراته كيدخلهم لواحد الديبو وهما ما فاهمين شكون هو وعلاش السبب باش جابهم لهاد البلاصه.
كيطلب منه كمال انه يخليها تمشي ويدوي معاه راجل لراجل. كيطلب منه كمال ينزل السلاح ويتفاهم معاه غير بلاتي هي احسن. كيسول السيد واش حتى نتايا دكتور؟ كيقول لي كمال لا انا ماشي دكتور. كيجاوبو اذا المراه ما غتمشي حتى بلاصه، غادي تبقى معنا هنايا. كتناقض نسرين وكتقول لي اشنو بغيتي منا، قول لينا وغادي نلقاو لك شي حل. وكيقول لها السيد راني قلت لك الاسئله ممنوعين هنايا والا غنقتلكم بجوجكم. كيطلب منهم المجرم انهم يديروا التليفونات ديالهم في واحد الساشي، وإلا داروا شي خطا غادي يسالي معاهم. كيقول لي كمال باين لي انت باغي الفلوس، رانا نقدر نعاونك، ما غاديش نعلم بك الشرطه ولا شي حاجه، غادي نعطيك الفلوس وغادي يسالي الموضوع. كيتعصب السيد وكيقول لي هذاك الشيء اللي كنقول انا ولا غادي يكون. كيجر لنسرين الصاك ديالها بالقوه وكيقول لي كمال وياك تعاود تقيسها تاني. صافي كيسد عليهم في هذاك المخزن بالقفل وكيمشي، وهما لحد الان ما فاهمينش علاش كاينين في هذيك البلاصه. نسرين كتقول يا ربي عاونا يخرجنا من هنايا. كيقول لي يا كمال تهدني غادي نلقاو شي طريقه باش نخرجوا من هنايا. قالت لي ما شتيش السيد راه كيبان بحال مسطي، واش ما شتيش داك الشيء في عينيه ووجهه؟ كيقول لها ما غتكون حتى حاجه من هذا الشيء. كتقول ليه واقيلا راه شي واحد من الرجال ديال جعفر، ياك قلتي لي بلا راه مات وتفكينا منه، وجعفر هو السيد اللي كان تابع نسرين، وعلى قبله كانت باغا تهاجر اسطنبول وتمشي تعيش في ايطاليا. من بعد كيبينوا لنا امير خارج كيجري من الباب ديال الفيلا، كتجي عند امه وكتسولو واش نتايا خارج. كتقول لي شوف الحاله اللي وليتي عليها. جاوبها امير راني اتصلت بريحان غير دابا شويه وقالوا لي بلا اعتقلوا كلثوم وراهم في طريقهم لمركز الشرطه. جاوباتو جيدا وقالت لي يا ربي السلامه ولدي، اش من مركز الشرطه كتهضر عليه؟ قال ليها بلا راه كلثوم تهموها بلا شفرات شي خاتم. انا غنمشي دابا وغادي نعرف التفاصيل، كنتمنى يكون شي سوء تفاهم. كيخرج امير وجيدان كتهز التليفون وكتصل بشي حل. كيبينوا لنا ريحان وكلثوم اختها في مركز الشرطه ومعاهم السيد مول المحل ديال الذهب. كيقول السيد اللي متهمهم بلا هاد الجوجات كيدعيو بلا راه خواتات وهما ما عندهمش حتى نفس الكنيه، وكيغوت وكيقول بلا راه هادو عصابه. كطلب منه الشرطه يحكي لهم شنو وقع. قال السيد مول المحل بلا هاد الجوجات راهم جاو البارح، وبلا القائده ديال العصابه اللي هي كلثوم دارت راسها سخفات بالعاني باش تعرف التفاصيل ديال المكان وتخطط باش تشفر الخاتم. كتبدا تغوت كلثوم وكتقول لي اش من خدعه درنا لك، واش عارف شنو كتقول راك كتهمنا. كتهضر ريحان مع كلثوم وكيهضر السيد مول المحل وكيقول لهم شوفها انت كتشوف على عينك، كتناديها بسميت كلثوم وهي في البطاقه الوطنيه عندها سميه واحده اخرى، حتى من سميتها مزوراها. نقزات ريحان وقالت لهم نتوما ما عارفين حتى حاجه، وحكات لهم بلا راه اختها كانت من الصغر اختفات وعاشت مع شي عائله وبدلت لها الكنيه ديالها، وحتى دابا عاد رجعت عند اختها ريحان. طلب الشرطي من الشرطي الاخر يديها للحجز ولا السيلون. ريحان رفضات وهو يقول الشرطي الا بقيتي كتعارضي راه غنديوكم بجوج. من بعد كيبينوا لنا نسرين وكمال وكتقول ليه من المؤكد ان هذا واحد من الرجال ديال جعفر، ما فيهاش شك غادي نموتوا اليوم. كيبينوا لنا الاب ديال ليلى هاضر مع جيدان، بدات هاضره معاه وكتغوت عليه وكتقول ليه بلا خسرتي كلشي وحطيتي الخاتم في المكان الغلط، اي عوض تحطه في الصاك ديال ريحان حطيتيه في الصاك ديال كلثوم. من بعد كيبينوا لنا ريحان وكلثوم بجوجهم في السيلون. ريحان كتطلب من كلثوم باش تهدن وتوقف على البكاء. جاوبتها كلثوم بلا راه كتخنق ملي كتكون بين 4 الحيوط. بدات كلثوم كتقسم من ريحان بانها كاع ما خدات الخاتم وكتسولها واش كتيقها. كطلب منها ريحان تهدن وكتقول لها انا عارفه بلا راك ما درتي والو. من بعد كيجي امير كتشوفو ريحان وكتنوض عدو، كيشدها امير من ايدها من خلف القضبان. كيبينوا لنا من بعد جيدان مازال كتوبخ في الاب ديال ليلى على هذاك الغلط اللي دار، وكيقول لها بلا راه ربي عالم بلا انا ما عنديش دخل في هذا الغلط، انا خططت لكل شيء مزيان. كتهدو وكتقول ليه الا بقيت تغرقت ولا حصلت غادي تجرك معايا، غنتحرقوا بجوج بهاد النار، واش كتفهم؟ كيبينوا لنا ريحان داوي مع امير وكتقنع فيه بلا اختها ماشي هي اللي دارت هاد الغلطه، وكون كانت عندها ذره ديال الشك كانت كاع ما غتكون معاها ورا القضبان. من بعد كتفكر ريحان السيد اللي عطاهم الخاتم في الاول وكتقول ليه بلا راه ما بغيتش نتهمو، ولكن كنظن بلا عنده شي دخل في هاد الشيء حيت مع النظارات ديالو كانت غريبه. قالت لي بلا راه ما كان حتى واحد من غيرنا حنا بثلاثه، هذاك السمسار وصاحب المحل وحنايا. من بعد كيمشي امير وكيبينوا لنا نسرين وكمال. كيبينوا لنا السيد موجه لهم السلاح وكيطلب منهم يدخلوا من واحد الباب.
كيدخلوا كيلقاو واحد السيده متكيه ومريضه. كيسولها واش كتعرفي هادي؟ كتقول لي هذا راه المريضه ديالي. سولو كمال علاش شاد هاد السيده هنايا. كيدوي راجل المراه وكيقول لها غادي ديري عمليه لمرتي دابا دكتوره. جاوباتو نسرين قالت ليه واش دابا وهنا. من بعد كيبينوا لنا ريحان وكلثوم في السيلون. كتبان لينا كلثوم متوتره وخايفه تمشي فيها، وكتطلب منا ريحان تهدن وكتقول لها بلا امير راه فاهم كلشي وغادي يوقف معنا. السيد مازال موجه السلاح ديالو لنسرين وكتطلب منه دير العمليه، وكتقول ليه بلا راه ما يمكنش وخطر الالتهاب غيكون عالي بزاف، وتلا نجات وتلا نجحت ليها العمليه غتقدر تموت بهذا السبب. ما بغاش يسمع لها وكيقول لها غادي تنقضي الزوجه ديالي ولا النهايه ديالك غتكون تنتيا. كيبداو يشوفوا في بعضياتهم. من بعد كيبينوا لنا ريحان كيتصل بصاحبو ضافير كيقول لي يلا خرجت من مركز الشرطه. كيسولو صاحبو اشنو وقع، واش كاين شي تطورات جديده. كيقول لي امير بلا غنمشي نهضر مع السمسار وغادي نحاول نقنعو ونتفق معاه. جيدان هز التليفون كتصوني على الاب ديال ليلى، والاب ديال ليلى تلاقى مع السمسار وكيعطيو واحد الظرف عامر بالفلوس. كيقول لي غتشد هاد الظرف وغتختفي تماما ما يبقاش لك اثر. كيجاوب على المكالمه ديال جيدان كتقول لي راه كلشي غادي مزيان غير لحد الان. كلثوم راه باقا ما قالت حتى حاجه كتعلق بيا. كيبينوا لنا من بعد نسرين حاطه يد على المريضه وكتفاقد درجه الحراره ديالها، والزوج ديالها في نفس الوقت باقي موجه ليهم السلاح. قالت لي نسرين اسمع راه خاصنا بزاف ديال الدواء على قبل هاد العمليه، خاصنا المصل وخاصنا الخيط وبزاف ديال المعدات. كيفاش غنقدر ندير هاد العمليه؟ جاب لي واحد الميكا فيها المعدات قطن وشي براوات. كيحاول كمال يقنعو بلا هاد الشيء راه ما يمكنش يدار هنايا وبهاد الشكل. الا بغيتي السلامه ديال الزوجه ديالك والصحه ديالها من الاحسن نقلوها للمستشفى. كيوصل امير عند مول المحل ديال المجوهرات وكيحاول يقنعو بلا راه لا مراتو ولا اختها غيقدروا يديروا هاد الشيء. ما تخرجوش على حياه شي واحد الا ما شفتو حتى حاجه بعينيكم. كيجاوبوا من المحل بعصبيه وكيقول ليه راه الخاتم لقيناه في الصاك ديال خت مراتك، واش كاينه شي حاجه اكثر من هاد الشيء؟ مراتك وختها مشكلين عصابه. كيسولوا امير على السيد اللي كان معاه فاش وقع الحادث، وكيجاوبوا من المحل هذاك ما كاينش دابا راه مسافر. كيقول امير من طبيعه الحال غادي يهرب ما غاديش يبقى هنايا. كيحاول يتفاوض مع امير بالعقل وكيقول ليه غنعطيك 3 الاضعاف ديال هذاك الشيء اللي عطاوك غير تنازل على الدعوه. كيجاوبوا من المحل واخا تعطيني المال ديال قارون ما غاديش نتراجع على هاد الشكوى. واش فهمتي؟ السرقه كتبقى سرقه حرام. قال لي امير والافتراء على الناس البريئين واش كاع ما حرام؟ جاوبوا من المحل الخاتم لقيناه في الصاك ديال خت مرتك، واش هادشي بالنسبه لك افتراء؟ قال لي بحال هاد النوع عمره ما كيتوب، الا سحبت الشكايه ديال اليوم غدا غيمشيو يسرقوا شي حد اخر. امير كيفقد الاعصاب ديالو وكيجرو وكيبغي يضربو. من بعد كتبان لينا ريحان وختها كلثوم. كلثوم متوتره بزاف كتقول غادي نموت في الحبس، الا بقيت دخلت الحبس غادي نموت فيه، ما نقدرش نتحمل، غادي نموت وغادي نسالي. قالت لها ريحان ما تهضريش بحال راك سمعتي امير اشنو قال؟ جاوبتها كلثوم راه ما غاديش يعاقبوني غير على السرقه، راه غيعاقبوني حتى على شي مخالفات درتهم في الماضي، وهما عمرهم ما غيتيقوا شي حد عنده سوابق. طلبت منها ريحان تحكي ليها اشنو كان ديجا وقع. قالت لها ضربت شحال هادي ولكن ماشي انا اللي بديت الصداع، كانوا هاجموني شي وحدين شويه ما كانوا غادي يقتلوني، كون ما دافعتش على راسي وطعنت واحد فيهم بالموس، ولكن من حسن الحظ ما ماتش هذاك الوقت. هادشي كيعني بالله الا عاودوا حكموا عليا غادي يحملوني الجزاء حتى ديال المخالفه السابقه، الا كان على هذا الحساب ما غاديش يخرجوني من هنا غير من بعد سنين. قالت لها غادي نموت هنايا ما نقدرش نتحمل. ريحان كتذكر في اليوم اللي قبل هذا النهار فاش مشاو عند مول المجوهرات وسقفات ختها حتى المحل وجاها واحد المرض بحال ديال الصرع. كتعنق ريحان ختها كلثوم وكتحاول تهدنا. كيبينوا لنا امير كيدير شي محادثه، كيتلاقى مع شي سيد مهم وغادي يكون رئيس ديال الشرطه. كيسولو اشنا هي الوضعيه الراهنه. كيجاوبوا السيد راه خداو الافادات ديالهم. كيقول لي بلا راه مشى للمحل ديال الحادث وحاول ياخذ الاشرطه ديال الفيديو ديال الكاميرات ولكن لقاهم كاملين خاسرين. قال لي هذيك الفيديوهات كانت تقدر تثبت شحال من حاجه. قال لي الخاتم تخدم من الحقيبه، وهذا الشيء كيعني بلا مول المحل ما عندوش نيه يسحب الشكوى ديالو. قال لي امير واش كاين شي حاجه نقدر نديرها؟ قال لي هذه الوضعيه وهاد الاجراءات غتمشي كما العاده. سولو على مراته، قال لي بلا السيده ريحان غادي يتم اطلاق السراح ديالها من بعد ساعه ولا 2 سوايع. ريحان مازال مع نقاختها وكتواسي فيها. كيجي عندها امير، قالت لي واش كاين شي جديد؟
كي جاوبها قال لها راه تاحت لي فرصه نهضر مع السيد وكيل الجمهوريه. سولاتو واش غادي تخرج كلثوم من هنا، قال لها بلا المحامين غيديروا جهدهم كامل. هضرت ريحان وقالت ليه كلثوم ما عندها حتى ذنب، انا راه شاهده على هادشي كامل، هي كاع ما شفرات، ومن الفوق هي مريضه كاع ما تقدر تتحمل تعيش في الحبس. كيطلب منا امير انها تكون قويه، كيقول لها بلا راك انت هي كلشي بالنسبه ليا. كيخليها امير وكيمشي. كتطلب ريحان كتقول يا ربي تعاوننا ويا ربي ما توفقش هادو اللي بغاو يحطوا علينا هاد الافتراء وهاد الباطل. من بعد كيبينوا لنا نسرين وكامل. كامل كيسول نسرين على الحاله ديال السيده المريضه، كتقول لي بلا الوضعيه ديالها خطيره بزاف وفي نفس الوقت خاصها دير العمليه. قال لها خاصنا نقنعوا هذا الراجل باي طريقه انها دير العمليه في المستشفى. قالت لي راه ما عندنا حتى حل واحد اخر والوقت كاع ما غادي في الصالح ديالنا. قال لها كمال بلا راه تحسر وما قادرش يفكر بطريقه صحيحه. سولاتو قالت لي يعني ان الانسان كيخاطر باي حاجه على قبل الشخص اللي كيبغيه. قال لها شوفي كيفاش لقى براسو في الجحيم على قبل مراتو. كيجي السيد وموجه لهم الفردي وكيقول لهم خذوا انا خديت لكم اي حاجه محتاجينها باش تقدروا ديروا العمليه. قالت لي نسرين علاش ما قادرش تفهم، انا ما نقدرش ندير العمليه هنايا. قال لها السيد بلا راه جبت لك كلشي وحتى الدم كاين هنايا، ما كايناش شي حاجه سميتها ما نقدرش. كيوجه السلاح الراس ديال الكمال وكيقول لها الا فقدت الزوجه ديالي غتفقدي حتى نتيا الزوج ديالك، واش غديري العمليه دابا ولا لا؟ من بعد كيبينوا لنا ريحان في السيلون هي وكلثوم. كلثوم حاطه راسها على الكتف ديال ريحان وناسه. من بعد كيدخل امير هو والحارس. كتقول لي ريحان اشنو واقع، واش غادي نخرجوا، واش سالا هذا الكابوس؟ يلا كتبدا خارجه كلثوم هي وريحان. الحارس كيقول ريحان غير انت اللي عندك الحق تخرجي، وكيدفع كلثوم كيرجعها. كتبدا تغوت كلثوم وكتقول ما تخلينيش ريحان ديري شي حاجه كاع ما تخليني هنا. امير كيقول كلثوم تهدني حنا راه غنديروا كلشي وكاع اللي في جهدنا باش تخرجي من هنايا. قالت لي لا امير لا ما يمكنش، انا ما يمكنش نبقى حتى نهار واحد هنايا. قال لي امير تهدني وكوني صباره. كتغوت ريحان كتقول لكلثوم غنخرجوك من هنايا واش اتفقنا؟ صافي وكتنهار بالبكاء. كتخرج ريحان وامير من المخفر ديال الشرطه وريحان الدموع في عينيها. كيقول لي امير بلا ما تبكي غنقدو كلثوم في القريب. كتعنقو وكتبدا تبكي. قال لها يلا نمشيو لدارنا. كيشدها من ايدها وكتطلق منه. كيقول لها سمعي ثقي فيا غندير كاع اللي في جهدي باش ننقذ كلثوم. من بعد كيبان لنا السيد مازال موجه السلاح للراس ديال كامل وكيقول نسرين نقضي المراه نقضيها ولا غنسالي مع راجلك. كتبان لينا ريحان رجعت للمخفر ديال الشرطه وكيقول لي امير اشنو كديري، واش فقدتي العقل ديالك؟ ريحان ما كتسمعش الامير. كتمشي عند الشرطه وكتقول لهم انا اللي شفرت الخاتم وحطيته في الحقيبه ديال كلثوم، اختي بريئه وما دارت حتى حاجه. كيبينوا لنا الاب ديال ليلى داو مع جيدان وكيقول ليها عندك كلثوم تعطي السميه ديالي للشرطه باش ننقذ راسها. ريحان مازال عند الشرطه وكتقول لهم خرجوا اختي واعتقلوني، اختي ما عارفه حتى حاجه، ما يمكنش ليا نخلي اختي في الحبس وهي ما دايره حتى حاجه وبريئه، غادي نقبل باي عقاب غتفرضوه عليا. كيشوف امير في ريحان وكيقول لها واش باغا تمشي للحبس، واش عارفه شنو كديري؟ قالت لي ريحان كل دقيقه غتبقى فيها اختي في الحبس غتسبب في نوبه اخرى ليها، انا راني ختها. زوجة السيده المريضه مازال موجه السلاح في الراس ديال كمال. كتطلب منه نسرين انه ينزل السلاح. قالت لي راه مراتك ضعيفه بزاف واش كتفهم؟ كيجاوبها كيقول لها مراتي غتقدر تتحمل وكاع ما غتموت، انت غديري هاد العمليه اللاعينه وهي غتعيش. كيقول لي كمال خلينا ناخذ السياره ديال الاسعاف ونديوها للمستشفى وانا غنتحمل كاع النفقات. كيقول لي السيد وقف تما ما تزيد حتى خطوه واحده اخرى، مراتي غتبقى بوحدها وانا غيحطوني في السجن وحتى واحد ما غيهتم بها. قال لي كمال راه غادي يهتموا بها وحتى واحد ما غيطلب منك الفلوس. قالت لي نسرين ما كاين لا سجن لا والو، حنايا كاع ما غنشكيو بك، خلينا نديو مراتك للمستشفى. قال لها غديري هاد العمليه هنايا وسربي دابا، علاش واقفه كتسنيه؟ ما بقاش الوقت بزاف، ديري شي حاجه دابا، الا ماتت هي غتموتي حتى انتي مع راجلك وهاد البلاصه غتولي قبر جماعي ديالكم كاملين. كيبينوا لنا ريحان مع امير وكتقول لي ما تغضبش عليا، واش الا كانت صونا في الداخل وكنتي تتايا في نفس الموقف واش ما كنتيش غدير نفس الحاجه على قبل اختك صونا؟ قال لها مستحيل، ما نخليش هادشي يوقع، غنلقى شي طريقه باش نخرج كلثوم. واش كاع ما كتثيقي بيا؟ قالت لي كنثيق بك، ولكن ما يمكنش نخلي اختي تمشي للحبس وهي مريضه وهي في هاد الحاله، ومن بعد ما لقيت اختي من بعد هاد السنين كامله. الماضي ديال كلثوم
في بزاف الصعوبات، وكاين حتى شي جرائم ارتكبتهم من قبل. الا عاقبوا على الجريمه غادي يعاقبوا على حتى الجرائم الاخرين، وغتبقى في السجن لمده طويله. حنايا دزنا من بزاف ديال الصعوبات وحتى هذه غنتغلبوا عليها. ملي يجي القائد ديال الشرطه عافاك الا ما سكت، قال لها ما نقدرش نسكت، غنقول للقائد بلا راك انتي غتدخلي للحبس في بلاصه اختك. بقات كتحاول مع ريحان باش تقنعو، وقالت لي بلا هذاك رجل المبيعات هو السبب في كل شيء. في عيني بانت لي شي حاجه، الا كنتي غدير شي حاجه على قبل كلثوم دير على قبل باش تخرجني انا. كيبان كمال كيتجاجر هو السيد بالهضره، وكيقول لي السيد بلا غنقتلك انت ومراتك الا ما بداتش العمليه. من بعد كيبينوا لنا ريحان كتقول للامير غادي نلقاو المجرم الحقيقي وغنكتشفوا الحقيقه، ومن دابا لتما خليني نبقى في السجن عوض الاخت ديالي. كيجي القائد وكتسني ريحان على الاقوال ديالها، وكيوعد امير بانه مهما كلفوا الامر غادي يخرجها من هنايا، وغيلقى هذاك اللي كذب عليهم وافترى عليهم. كتبدا ريحان كتبكي وكتمشي. كيبينوا لنا نسرين كتطلب من السيد انه يجيب ليها شي حاجه باش تقدر تقبل الريال ديال مراته، وقال لها غنشري لك اي حاجه محتاجاها. كتكتب لي هذاك الشيء اللي محتاجاه في ورقه، قالت لي خاصك تمشي وتجيب الزربه. كلثوم كتخرج براءه من بعد ما اعترفت ريحان بانها هي المذنبه، وكتلاقى مع جيدان وكتقول لها بلا هذاك السيد كان غادي يخرج عليها وفسد الامر كله. قالت لها جيدان صافي ما تكبريش القضيه، الحمد لله ما دخلتيش. ويتجاوبها كلثوم قالت لها الخطط ديالك دائما كيديروا ليا المشاكل، كون ما كانتش اختي كنت غنكون دابا في الحبس. جاوبتها جيدان قالت لها واش اختك؟ بنتي ليا تيقتي هاد اللعبه، جمعي راسك معايا. قالت لها كلثوم السيده اللي حاولت نوقعها في الفخ راه دخلت للحبس بلاصتي باش تحميني. قالت لها جيدان ما تنسايش شكون انتي ومنين جيتي، ملي غتسالي الخدمه ديالنا غتاخدي فلوسك وغتمشي من هاد القصر. قالت لها كلثوم عمرني شفت شي حد بحالك في حياتي، شي حد بحالك ما نقدروش نلقاو حتى في اقدر شارع. بدات كتضحك جيدان وقالت حتى حد ما يقدر يخسر لي المزاج ديالي، حتى ويلا تحط الخاتم في المكان الغلط. الشخص المنشود راه دخل الحبس. الامور واخا ما مشاتش كيما خططت لها، ولكن في الاخير مشات لصالحي عن طريق الصدفه. من بعد كيبينوا لنا ريحان داوي مع راسها وكتقول الحمد لله اختي غتكون دافيه دابا في السرير ديالها في الدار. اش كانت غدير كون كانت بقات بوحدها هنايا؟ عارفه بالله هاد الحماق محتاج ليا بزاف. انا كنتمنى وكنتسناك تلقى هذاك الراجل وترجع لي الحق ديالي، غنتجاوزو حتى هاد المشكل. كيبينوا لنا امير داوي مع الصديق ديالو ضافر، وكيقول لي راني ما قدرتش نوصل لعمي، ما عرفتش فين غادي يكون دابا. وكيقصد هنا بعمو كمال. كيقول لي بلا راه لقينا شي معلومات شخصيه على السيد اللي كان خدام في المحل. كيجاوب امير وكيقول لهم فين كيسكن، اشنو كياكل، اشنو كيشرب، العائله ديالو، الماضي ديالو، بغيت نعرف كل شيء. قال لي بلا راه غدا غادي تجيب لك كل شيء. قال لي ما يمكنش حتى الغدا، مراتي كاينه في الحبس، واش كتفهم؟ بغيت كاع المعلومات دابا، ما عنديش وقت اللي نضيعو، غتكتشفوا كل شيء دابا. كيقول امير فينك عمي، فين ما كنحتاجك ما كنلقاكش بجنبي. من بعد كيبينوا لنا نسرين وكمال. نسرين كتطلب من كمال المقص ويعاونها في العمليه. كيسولها كمال واش تقدري تنقديها، قالت لي غندير كاع اللي في جهدي. امير كيحط السياره ديالو حتى شي حي شعبي وكيقول هذا هو العنوان. كيمشي كيدق في واحد الدار وما كيجاوب حتى واحد. من بعد كيبينوا نسرين وكمال. كمال كيسول نسرين كيفاش داير الوضع ديالها، كتجاوبوا نسرين الا بقات على هذا الحال غادي تموت. كيجي راجل السيده وكيقول لها شريت لك كاع داكشي اللي محتاجه ليه. كمال كيطلب من السيد يهدأ ويجلس. كيحيد ليه كمال الفردي وكيقول خطفنا غير حيت ما كان كيشوف مراته مسكينه كتموت قدامه وما قادر يدير والو، خطفنا غير بسبب العجز ديالو. استغل كمال الفرصه ديال ان السيد جالس ومصدوم وما قادرش يتحكم في راسو من بعد ما شاف مراته في هذيك الحاله، واتصل بشي حد قال لي كمال تهدن، ما نخليوكش تفقد الزوجه ديالك، حنايا غنقضوها. امير باقي كيدور بجناب هذاك البيت اللي مشى ليه باش يلقى السيد اللي ورط ريحان. ما كيلقاهش امير وكيتعصب وكيقول فين هربتي الوغد. يلا كيبغي يرجع امير السياره ديالو وكيجي عنده واحد السيد. كيسول السيد على من كتقلب. كيقول ليه على من كيقلب وكيقول ليه شنو دار تاني هاد الدري، راه غير فاشل، بين دار شي كارثه جديده، راه دار بحال الزئبق، مره كيبان ومره كيختفي، وإلا ما بانش لك في الجوار هنايا كون متاكد راه دار شي كارثه. قال لي امير واش تقدر تقول هادشي يا عمي قدام البوليس؟ جاوبوا السيد البوليس سير ولدي في حالك،
راه عندي بزاف ما يدار، سولتيني سؤال وانا جاوبتك، ما تسناش مني بزاف. طلبوا امير قال لي عافاك عمي، الامر كيتعلق بالزوجه ديالي، مراتي في الحبس بسبب هاد ولدك، راه خاصني ننقذها. الا قلتي للشرطه هادشي اللي قلتي ليا غتقدر تنقذ مرتي. وافق السيد في الاخر، قال لي ما نقدرش نخلي شي بريء يتضرر. ماشي مشكل، واخا عيان غنمشي معاك. من بعد كيبينوا لنا كمال ونسرين، كطلب منه نسرين يعطيها مضاد ديال التعقيم وشي حاجه باش تنشف. كيصوني شي حد في التليفون ديال نسرين وكيقول لها كمال راه صوني شي حد. قالت لي دابا ما نقدرش نهضر. كيقول لي كمال الاسعاف ما بقى ليها والو توصل. كمال كيسول نسرين واش غادي تنجم منها. قالت لي نسرين قال لها كمال كنت عارف بلا راك غتنجحي، ما شكيتش في هادشي ولو لحظه. عنقاتو بدات كتبكي. من بعد كيبينوا لنا السيد كيجي وكيحكي للشرطه هذاك الشيء اللي عاود للامير. سول امير الضابط قال لي واش هادشي غادي يعاوننا. رد عليه الشرطي قال لي هادشي اللي قال غير مقبول كدليل قدام المحكمه. قال لي راه الاعتراف ديال مراتك اقوى من هاد الهضره اللي كيقول السيد. من بعد كيبينوا لنا جيدان داويه هي وكلثوم وكتقول لها المحكمه شويه وغادي تبدا. شحال من عام غادي يعطيوها يا ترى؟ سولتي جيدان قالت لي علاش ما طلبوش الشهاده ديالك. جاوبتها كلثوم ريحان راه اعترفت بالذنب ديالها، ما محتاجين شي واحد يشهد. بدات كتضحك جيدان وقالت هذه حمقى كتظن راسها رحيمه وعندها ضمير. هذيك العبده خفات عليا المأموريه وكل شيء مشى كما خططت. اليوم غنعس فراشي مرتاحه وانت غتاخدي المكافاه ديالك. كيبينوا لنا امير داوي مع ريحان وكيقول لها لقينا العنوان ديال هذاك يوجعل، اي السيد اللي لفق لهم التهمه. قال لها راه اختفى وحتى بواه ما قالش لنا شي حاجه مهمه عليه، قال شي حوايج اللي كاع ما غيفيدونا قدام المحكمه. قال لها امير كاع ما كنتحمل نشوفك بحال هكا. قالت لي كون كانت كلثوم هنايا في بلاصتي كنت غنكون اسوأ من هكا. انا كنآمن من كل قلبي بلا راه غتخرجني من هنايا. قال لي امير ولا ما قدرتش واش غتمشي للحبس؟ شدات لي في يده وقالت لي غتلقاه في الاخر. انا قويه فين ما كنتي حيت ما عندي الحب ديالك في قلبي. كيجي النهار ديال المحاكمه وكيبينوا لنا النسرين وراجلها كمال في الفيلا داوي في التليفون وكيقول لهم بغيت نشوف النتائج ديال التحليل حتى انا، رسلوا لي في البريد في اي وقت وعلموني. بداو داوين على الحادثه اللي وقعت البارح وقال لها كمال بقى فيا الراجل بزاف. قال لها بنتي ليا كاع ما فقدتي الهدوء ديالك. قالت لي راه فقدته في الحقيقه. قال لها امتى وقع هادشي؟ قالت لي ملي حط السلاح على راسك. جا النهار ديال المحاكمه وكيبينوا لنا امير واقف في المحكمه مع المحامي. صونا واقفه كيطلب منا السيد انها تجلس الى جا ليا. ريحان كيبداو جايبينها البوليس ومدخلينها لقاعه المحكمه وكتبدا تشوف في امير. كيبينوا لنا كمال جاي هو والزوجه ديالو وكيقول لها ما قدرتش نطيق، شكون افترى على ريحان؟ يا ربي تحفظها، عندك غير يعاقبوها. امير في القاعه ديال المحكمه مستريسي وكيشوف في الوقت وكيقول فينك عمي. كيدخل كمال لقاعه المحكمه والبوليس كيدخلوا ريحان. كيدخل من بعد الرئيس ديال المحكمه كيوقف من المحل قدام القاضي وكيحكي ليه اشنو صرا. والمحامي كيعترض وكيحاول يدافع على ريحان بكاع هذاك الشيء اللي قدر عليه وكيقول بلا كاميرات المراقبه كاع ما كانت شغاله في هذاك الوقت وضروري غادي يكون هنايا شي لبس، وحتى ان الشاهد الوحيد على هذه الحادثه خلى الخدمه واختفى من بعد ساعات ما وقع الحادث، وهذا الشيء تا هو مثير للاهتمام. الى جانب هذا الشيء الشخص بدا العمل قبل هذا الحادث غير ببضع ايام. كنطلب منكم بما ان ريحان ما عندهاش شي سجل اجرامي انكم طلقوا صراحه. من بعد الرئيسه ديال المحكمه كتاخذ القرار ديال الحكم على ريحان بما ان كاع الادله ضدها وبما انها اعترفت بالجريمه ديالها وغادي يرسلوها للسجن. ريحان صدمات بالقرار ونسرين من بعد ما سمعت الخبر بدات كتبكي. امير بدا كيعنق في ريحان وقال لها غندير كاع جهدي باش نخرجك. من بعد كيبينوا لنا جيدان فرحانه وكتقول واخيرا لقات هذاك الشيء اللي كتستحق. ريحان كيبداو جايبينها البوليس وهي بالمينوط. كيجي عندها امير وكيهضر معاها صافي ومن بعد كينقلوها للسجن. كيدخلوها الزنزانه ديالها وين فوا كدور كتشوف الشاف دو شومبر كتشوف فيها وباينه مرا شريره وغتلقى معاها بزاف ديال المشاكل. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم ليصلكم كل جديد.
شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء.